3 من أصحاب ابني زنقوني في أوضة وعايزين يثبتوا رجولتهم. بجد بجد مش هتقدروا تتخيلوا اللي حصل، وبالذات آخر واحد اللي عمله مش هقدر أنساه طول عمري. وعلشان تفهموا الحكاية أعرفكوا الأول على نفسي. اسمي سماح، وعندي دلوقتي 45 سنة، مطلقة تقريبا من 10 سنين. ما عنديش غير مروان ابني الوحيد، ومليش غيره لا قرايب ولا أصحاب، هو دنيتي كلها. لما اتطلقت كان عنده 10 سنين، بس علشان تفهموا الموضوع كامل لازم أحكيلكوا حكاية تاني. في يوم وأنا بقلب على النت لقيت قصة على الفيسبوك بالعنوان ده: ابني دخل وخرج من ورايا علشان يثبت لي إنه راجل. طبعا شدني العنوان ودخلت أقرأ القصة، وهحكيها لكم علشان تفهموا الدنيا مشت إزاي معايا. صاحبة القصة قالت: ابني دخل وخرج من ورايا علشان يثبت لي إنه راجل. هتجنن من اللي عمله الواد ابني. اوف، بجد ما كنتش متخيلة انه يعمل كده ابدا. انا هحكي لكم اللي حصل. انا اسمي عبير، وعندي دلوقتي 38 سنة، متجوزة من تقريبا 16 سنة، وربنا كرمني ب3 بنتين وولد واحد. البنات أميرة وهدير، والولد وهو البكري اسمه مصطفى. واللي اتجوز وخلف أكيد هيكون فاهم كلامي. أنا فجأة حسيت إن العمر طار. فجأة بقيت ماما ومسؤولة عن عيال أطول مني. أنا من كام سنة كنت بلعب بعروستي. كل حاجة اتغيرت وكل حاجة بقت دوشة أكتر من الأول. بس هقولكم على سر، أنا لسه عايزة خالد أبو مصطفى جوزي يدلعني زي أيام شهر العسل. كان يدخل ورايا المطبخ ويفضل يهزر معايا ويعمل حركات كده، ويقرب مني وأنا شغالة وأقعد أزعق فيه وهو يصر. وكان البيت كله ملك لينا، كنا عارفين نتجنن عادي. بس لما شرفوا العيال ما بقاش البيت ملكنا خلاص، بقى محتل. الموضوع اللي انتوا عارفينه طبعا، بقى لو قدرنا نزوغ ساعة من العيال وبقى محبوس في الأوضة بتاعتنا بالعافية، وبيكون في توتر عيل يدخل يشوفنا ولا حاجة. حتى لبسي في البيت مش حرة فيه. وطبعا كل ما مصطفى بيه بيكبر كل ما حريتي بتقل شوية بشوية. بس مش دي المشكلة. المشكلة ما كانتش بيني وبين مصطفى، لكن هو وخالد. وبصراحة كان في مشكلة تاني بيني وبين هدير بنتي. يمكن تستغربوا شوية اللي هقوله، بس ده اللي كان حاصل. كنت بحس إن خالد خايف مصطفى يكبر فياخد مكانه وهو يتركن على الرف. دايما كان يزعق فيه ويقلل من اللي هو بيعمله ويشتمه وأحيانا يضربه، وكان شديد معاه جدا، وعلى طول عنده مبرر للقسوة عليه. وطبعا كان شايفني إني الأم اللي بتفسد ابنها. بس بصراحة ما كنتش بتحمل إنه طول الوقت يقول له كلام بما معناه إنه مش راجل ومش هيبقى راجل. طبعا عارفين الشتيمة القبيحة دي. وفي نفس الوقت عمره أدي للولد فرصة يعمل أي حاجة، ولما يعمل كان يتدخل وكأنه بيساعده ويفضل يعدل عليه، مع إنه أحيانا كتيرة ما بيكونش محتاج المساعدة دي. ومن تقريبا 4 سنين لقيت خالد بيقول لي: ما ينفعش مصطفى يبات في حضنك تاني، وكفاية بوس فيه والحركات اللي بتعملوها دي. وكان بيتكلم بجد إن الولد كبر وما ينفعش يبوسني. وكمان مش كده وبس، ده منع ويدخل أوضتي إلا لو خبط. ومش بس كده، أنا كمان منعني إني ألبس عادي في البيت بحرية، علشان مصطفى كبر وما ينفعش يشوفني كده. المشكلة بين خالد ومصطفى ما كانتش الوحيدة في البيت، لكن أنا وهدير كمان. بصراحة هي بنتي وحبيبتي وكل حاجة، بس البنت أول ما تدخل معايا مكان أو تروح معايا عند قرايبي أو عند حد لازم كله يلتفت ليها ويكون فيه اهتمام بيها، وأنا بتركن على الرف. وكنت بحس إن البنت عايزة تعمل كده. وطبعا هي بتلبس لبس ملفت ومهتمة بنفسها قوي، وجسمها بصراحة حلو. وأحيانا بحس إني جنبها مش موجودة. هي أحلى مني وأشيك مني، وكمان جسمها مفيش مقارنة بينه وبيني بصراحة خالص. هي زي الكتاب ما بيقول: وأنا الجواز والخلفة والهم والالتزامات دمروني. ده غير طبعا اهتمام خالد بيها ودلعه ليها، وبالذات البت دي، ونومها في حضنه ويبوسها ويجيب ليها حاجات، وأنا مش محسوس بيا. على فكرة أنا اتضايقت مني إحساسي ده وإني بفكر كده، بس ده ما يمنعش إني كنت بتخانق معاها كتير، وأحيانا كنت بحاول ما خليهاش تفرح قوي بأنوثتها. البت مرة لبست قدامي فستان قصير على بوت وحطت ميك اب، وأنا شفتها. يخرب بيتك، إيه انتي بنتي ما ينفعش كده أبدا، ده انتي تمسحني بأستيكة. انتي عيلة، الحاجات المدورة دي والملفوف ده؟ كنت هتجنن يومها، وقلت لها تغير هدومها،
بس الهانم راحت لخالد وبكت له وتقول له رأيك إيه في الفستان يا بابا؟ هو قال شوية كلام خلوني أغلي، وما كانش عنده مانع تنزل بيه كده. وأنا معرفش أول مرة في حياتي أقول لخالد جملة صعبة قوي زي دي. أيوة، خليها تنزل كده والناس تقولك يا أبو قرون، ما هي ناقصة أصلي. أنت كامل من مجاميعه، ما كانش ناقصك طبع دش. مرضيش يعلق، لكنه أصر بالعند فيا إن البنت تمشي كلامها وتنزل كده. وأنا اليوم ده ما كنتش طايقة نفسي، نظرات كل الناس رايحة ليها وأنا ولا كأني موجودة أصلاً. البنت خدت الكل في جيبها وبدلع ومياصة وضحكة وخفة، خلت الكل مبهور بيها، وأنا صفر على الشمال، وده كان معفرتني. بصراحة ما كنتش عارفة أهدى، باكل في نفسي ومش قادرة بجد. ومحدش حس بيا غير مصطفى حبيبي اللي فضل يتغزل فيا ويعكسني، وشفت في عينيه قد إيه شايفني جميلة، وكل ده قدام أبوه. وأنا كنت فرحانة بطريقة إن خالد هيفرقع، وأنا أقول له ملكش دعوة، شايف الولد اللي بيفهم. سامع بيقول إيه؟ خليها تنفعك. أنا هبات الليلة في حضن حبيبي. كان مولع خالد على الآخر، وبعد شوية صغيرين قال لنا يلا هنروح، مع إن الوقت كان بدري قوي، بس هو قفلت معاه الدنيا وقرر إنه لازم نمشي. وفعلا مشينا. وإحنا خارجين مصطفى ماسك إيدي، وكانت أميرة ماشية ورا، وهدير ماشية جنب أبوها. ففجأة سمعنا صوت أميرة بتصرخ، ووقعت على الأرض، ولقينا عيل بموتوسيكل بيطير من ورانا. وطبعا مصطفى حبيبي فضل يجري وراه، وإحنا كلنا جرينا على بنتي نشوف حصل لها إيه. وطبعا الحيوان اللي كان راكب الموتوسيكل ضربها، أكيد فاهمين يعني. وبنتي كانت لابسة فستان يعني ملفت شوية، بس عيلة صغيرة، لكن بناتي أجسامهم فايرة شوية. المهم لقيت رد فعل من خالد على مصطفى لما رجع، ضربه بالقلم وقال له انت مش راجل، ما انت لو راجل تبطل مياعة جنب امك وتمشي مع اختك تحميها، انت عمرك ما هتبقى راجل. وضربه بقسوة شديدة جدا. جيت اخده في حضني، شدني خالد جامد وقال لي ابعدي عنه، ما هو ده اللي مخليه مايع. وقال لمصطفى غور، انت من النهاردة مش عايز اشوف وشك في البيت، اللي زيك معتمد على نفسه مش مستني حد، شوف هتعمل ايه وغور. مصطفى مشي، وانا قلبي بيتقطع ومش عارفة اعمل ايه. جريت ناحيته، لقيت خالد بيشدني جامد وحلف عليا يمين طلاق، لو رحت معاه هيطلقني. كنت لسه هروح، لقيت ابني بيقولي ما تخافيش يا ماما عليا، انتي مخلفة راجل وهثبتلك. وغاب شهر كامل، باع فيه موبايله، وما كانش بيفوت يوم غير لما يتصل يقولي إنه كويس، وإنه أجر استوديو صغير أوضة واحدة ببطاقة واحد صاحبه، لأنه ما كانش لسه طلع بطاقة. وقال لي إنه اشتغل وشغلانة محترمة جدا وما بقاش محتاج لباباه. ولما سألته قال لي إنه دخل بالفلوس في البورصة بتاعة العملات، وكمان اشتغل فريلانسر على مواقع العمل الحر. والشهر جر شهر تاني، وخالد ما كانش مستوعب إن ابني مش هيبقى محتاج له وهيقدر يقف على رجله عادي. وده خلاه يبقى عصبي جدا ومتوتر أغلب الوقت. وطبعا إعجابي بابني كان بيزيد جدا، وده كان بيعفرط خالد أكتر. والشهر بيجري شهر، ومر علينا تقريبا 3 سنين بنفس الوضع. وبقى إنه حد يقول اسم مصطفى قدام خالد ده فيها كوارث وصواعق وجنون رسمي. ورغم إني كنت دايما فخورة بابني، لكن كأي أم شايفة ابني صغير لسه، الكتكوت بتاعي اللي ربيته، ومش سهل أبدا أقبل إنه كبر خلاص، مع إني كنت بحس معاه إنه راجل قوي أكتر من أبوه حرفيا. ورحت له في يوم البيت، ولقيت مع ابني فلوس كتير قوي. قعدنا نتكلم، وفهمت إن الفلوس قوته قوي على أبوه زيادة، وخلت الصلح بينهم مستحيل. وفي وسط الكلام قلت له يا ابني انت مش فاهم، أبوك الشغل بتاعه صعب جدا، وعلشان هو راجل ناشف والدنيا خدت وإدت فيه، ما كانش قدر يقف على رجليه بالشكل ده ويكون بالقوة دي. بس القوة دي ليها ضريبة، وهي القساوة شوية، ودي ضريبة الرجالة. قال لها ما أنا بقيت راجل وشايل مسؤولية نفسي وبكسب أكتر منه،
ومش باجي على حد أبداً. معرفش إزاي ضحكت وخدته في حضني وقلت له: أنت كتكوت ماما يا حبيب قلب ماما. واليوم ده عدي، بس شفت في عينين ابني حاجة غريبة جدا، إصرار مش عادي وتحدي، بس ما كنتش فاهمة هو فيه إيه. ومر 6 شهور، وبعدها لقيت خالد راجع البيت متعصب جدا. أنا نسيت أقول لكم إن خالد كان صاحب مكتب تسويق عقاري، وشغله إنه ياخد من المطور العقاري المشاريع ويشتغل عليها علشان يسوقها. وفجأة ظهر شركة جديدة كانت بتنافسه بطريقة غير عادية، دي قدرت تسحب منه تسويق كذا مشروع. وكان في مشروع كبير مع مطور عقاري له اسم ضخم، خالد كان عامل حسابه إنه يكسب من وراه اللي يعوض خسارة مصاريف التشغيل للمكتب ومفيش شغل. بس اتفاجئ إنه المطور بيقوله إنه مش هيديله المشروع ده، لأن في شركة تاني عرضت خطة تسويق أقوى بكتير. خالد كان راجع مش طايق نفسه. أول ما حكالي أنا كنت عايزة أخفف عنه واتضايقت عليه، بس في النهاية أنا مش بفهم في شغله. واليوم ده أنا كنت رايحة لمصطفى، وطبعا اللي حصل مع خالد ما كانش على بالي قوي يعني. ووصلت لمصطفى حبيبي وكان وش مزقطط وفرحان بطريقة مش عادية، وقال لي: إيه لحد دلوقتي معرفتيش؟ قلت له: إيه يا واد، عرفت إيه بالظبط؟ أنا اللي جه في بالي إنه حب واحدة مثلا. قال لي وهو بيضحك: يتهيألي إني وريتك دلوقتي أنا أرجل منه ولا لأ. بصيت له باستغراب شديد: قصدك أرجل من مين؟ قال لي: أبويا. مش انتي قلتي إنه راجل علشان بيتحمل مجال شغل صعب وكلام زي ده؟ بصيت له وأنا خايفة. قال لي وكأنه بينزل عليا جرد المية ساقعة: أنا صاحب الشركة اللي بتنافسه واللي كسرت السوق على دماغه في 6 شهور. أنا فتحت بقي وما كنتش عارفة أفرح بابني وبنجاحه وعبقريته، ولا أصرخ لأنه بيتحدى أبوه بالطريقة دي. ودي هتكون فضيحة، الأب وابنه ماسكين في بعض كده. يا لهوي، أعمل إيه؟ بس قبل ما انطق بصلي مصطفى وقال لي: أنا هثبت لك إن الرجولة ملهاش علاقة بالقسوة. ورغم إني بقيت أحسن منه في المجال اللي هو بيقول إن عامل فيه بلاوي وتعبه نفسياً وفيه تقلبات وفيه مش عارف إيه، أنا في 6 شهور عملت اللي عمله في سنين وعديته. بس أنا عمري ما هبقى قاسي على اللي حواليا. أنا عارف يا ماما إني هوجعك لو فضلت في السوق العقاري، وعلشان كده أنا هنسحب تماماً، وكل الشغل اللي جه لشركتي هحوله لشركة أبويا. بس علشان أعرفك إنه اللي طول عمره يقول لي أنت مش راجل، أنا قدرت أكون أرجل منه. ولما جيلي الوقت إني آجي عليه مرضتش، مع إنه كان بيجي عليا كتير، بس أنا مرضتش لأنه مش بس أبويا، لكن ما أقدرش أقسي قلبي عليكي مهما حصل فيا من الدنيا والحياة. لأن الراجل اللي بجد اللي عمره ما يجي ويقسي على أهل بيته، وده الفرق بين الراجل ولا مؤاخذة قصدي اللي مش راجل، علشان عيب أقول لفظ كده أجرح بيه مشاعرك يا أجمل أنثى وأجمل ست وأجمل أم. وبعد ما قريت القصة دي افتكرت مروان قوي، نفسي يطلع كده زي مصطفى في قصة الست دي. بس طبعا ده مش سهل، أكيد هي زرعت في ابنها ثقة على الأقل. أنا مجرد ما مروان بيغيب عن عينيا دماغي بتلف، ودايما بقول علشان ماليش حد في الدنيا غيره، فهو مش بس ابني، هو كل حاجة. أنا بطمن بيه، هو بيديني أمان بوجوده، وعلشان كده مقدرش أسيبه أبدا. حياة المطلقة برضو غير حياة الست المتجوزة، ويمكن بسبب تعلقي بمصطفى خلاني أفتح البيت لأصحابه علشان ما يحتاجش يخرج برا ويغيب عني. فكنت بستضيف أصحابه، وعندي كل أنواع اللعب اللي عايزينها والبلاي ستيشن، وأحيانا كنت بقعد معاهم ألعب علشان أراضيهم يفضلوا قاعدين مع ولدي. وفي يوم أسود جت في دماغي القصة دي، وكان معايا 3 من أصحاب مصطفى، وهو كان بره في حصة وكان لسه هيجي بعد شوية، وأنا مضطرة أقعد معاهم أضيفهم علشان ما يزهقوش ويمشوا والواد يتضايق. وقلت أسأل العيال سؤال: انتوا شايفين نفسكم بقيتوا رجالة ولا لسه؟ وطبعا بصوا لبعض هما ال3، وبعدين بدأت ابتسامات خبيثة ولئيمة، والعينين كانت بتقول بلاوي. أنا كنت حاسة شوية إني فتحت على نفسي مصيبة. وراح واحد منهم بجراءة قال لي: تحبي أثبتلك؟ وكان بيمسك الحزام بتاع البنطلون
على يعني هيقلع علشان يثبت لي. وطبعا موجة ضحك وسفال اشتغلت. فضلت ساكتة، ما اتكلمتش، ولاحظت إنهم هيعلوا في المستوى، وأنا معاهم في أوضة الصالون لوحدي، ودول مراهقين، يعني قوة غشيمة مش متسيطر عليها، ممكن يطلع منهم أي حاجة. وفعلا الزمام بتاع الأمور فلت شوية، وابتدت التجاوزات، وكانت بتتطور، وأنا ساكتة، بس من جوايا أنا مرعوبة ومش عارفة أتصرف، وخايفة العيال دي تحس إني مرعوبة، لأني لو حسوا بده هياكلوني. وفجأة بدون مقدمات قلت لهم لو عرفتوا تثبتوا إنكم رجالة فعلا اللي تطلبوه هعمله ليكم. فضلوا يضحكوا وقالوا اقتراحات زبالة طبعا، أكيد حضراتكم فهمتوا الموضوع وصل معاهم لإيه. وبعد شوية هبل وتصرفات غبية ضحكت ضحكة سخرية وفي نفس الوقت حزن، وقلت لهم محدش فيكم قدر يثبت إنه راجل، لأن ببساطة الرجولة مش أعضاء، ولا الرجولة في مين يكون أكتر سفالة وقلة أدب، ولا في الكلام اللي قلتوا عايزين تعملوه فيا. الرجولة إحساس مسؤول ناضج بيفكر في كل اللي حواليه وبيراعيهم ويديهم أولوية في حياته. الرجولة في عمقها مش تضحية، لكن إنك بتقدم مصلحة حد عليك، بتقدم راحة حد عن راحتك، بتقدم سعادة حد عن سعادتك. الرجولة أسلوب كامل من الحياة اللي بيكون فيها الراجل صانع فرص، داعم، مكتشف للدواخل اللي جوه اللي حواليه. أما اللي عملتوه ده والهمجية وقلة الأدب ملهاش علاقة بالرجولة. وعارفين يا عيال، لما ست ترضى تقعد معاكم لمؤاخذة في مكان مقفول وهي وحدها، فهي مسترجلاك، شايفاك أمين إنها تقعد معاك من غير ما تأذيها. وأقولك حاجة تانية أقوى، هي لو عايزاك استغفر الله العظيم في الحرام وانت قاعد معاها لوحدكم، عارف لو قلت لها لأ وحمتها من شيطانها، هتبقى راجل بجد في عينيها، وهتكبر قدامها، وهتشيلها لك طول عمرها. عارفين البنت اللي بتنزل مثلا بحاجة قصيرة، هي بتنزل كده لأنها حاطة في دماغها إن المنطقة بتاعتها فيها رجالة، والراجل اللي بيسيب مراته أو بينزلوا كده هو فاكر إنكم رجالة. والراجل يؤتمن، الراجل ما يغدرش ولا يعتدي. كرامة الرجولة زي كرامة الفروسية، إخلاق، ما تخليهوش ينزل لمستوى إنه يبص على جسم واحدة ويخسر هيبته واحترامه لنفسه واحترامها ليه واعتزازه بنفسه. لو عايزين تثبتوا إنكم رجالة بجد، أنا داخلة أخد دش علشان عرقتوني، وواثقة إن محدش فيكم هيقرب من ناحية الحمام ولا هيكشف ستر عورتي، وهبقى حاسة بالأمان، لأن الرجالة اللي معايا بيحموني حتى من غريزتي. وفعلا دخلت استحميت وهم بره، ولما طلعت اعتذرولي وكانوا ندمانين على اللي قالوه، وكنت أنا فخورة العيال دي فعلا كانت عايزة فرصة علشان يطلعوا رجالة صح، وشفتهم رجالة بجد من موقف بسيط قوي. وعلى فكرة أنا دلوقتي ما بحسش بالأمان غير وهم وابني معايا، دول سندي وظهري في الدنيا، ربنا يخليك. وكده حكايتي تكون خلصت. أتمنى لو عجبتكم ما تنسوش اللايك ورأيكم في الكومنتات، وطبعا الاشتراك في القناة علشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة.